السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى واجمل متابعين في الدنيا؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل كيكة زبيب جميلة جدا. يا رب اللي بيشوف قناتي لأول مرة يشترك فضلا وليس امرا، ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. الكيك دوت جميل جدا. معايا كوبايتين من الدقيق، معايا كمان نص كوباية زبيب. هنقلب الزبيب والدقيق مع بعض، يعني الحركة ديت عشان الزبيب ما ينزلش تحت، ما ينزلش كله في قاع الصينية. لما يتقلب ويتغلف بالدقيق مش هينزل، هيبقى متواجد في كل الكيك يعني. معايا باكو بودر كامل، هو 16 جرام. هنقلب المقادير الجافة دي كلها في بعضها كده وهنركنهم على جنب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب يسعدكم حبايب قلبي اللي اشتركتوا جديد واللي معايا من زمان. ربنا يفرح قلوبكم زي ما فرحتوني باشتراككم. معايا نص كوباية سكر مطحون، كوباية إلا ربع، كوباية إلا ربع سكر. أنا طحنته من يعني من أسباب نجاح الكيك إنها تبقى هشة وجميلة كده إن السكر يكون مطحون. معايا ممكن تحط كوباية، هو المقدار كوباية سكر، لكن أنا عايزة حطيت كوباية إلا ربع يعني بكفي. نص كوباية سمنة أو زبدة اللي موجود عندك، مفيش أي مشكلة خالص. هنضربهم في بعض كويس قوي زي ما انت شايفة كده لحد ما يختلطوا ببعض ولحد لونه ما يبيض. انا عملت بالمضرب العادي، ما عملتش بالمضرب الكهرباء، مفيش اي مشكلة خالص يعني. معايا بيضتين اتنين، هنكسرهم على على السمنة وهي والسكر، وهنضربهم كويس قوي. البيض ده بلدي، لو بيض من التاني برضو عادي يعني، بيضتين مش في مشكلة خالص. عملتها بالبيض البلدي وزي الفل. ربع معلقة من الفانيليا، رشة خفيفة كده يعني عشان ريحة البيض. هنقلب كويس قوي لحد ما يختلطوا ببعض كده زي ما انت شايفة. حبيب قلبي اللي يجرب وصفة من وصفاتي يشترك، يقول لي اقصد يقول لي عجبته ولا لا، يعني احب اسمع ارائكم يعني. لو في حاجة عايز يستفسر عنها يسأل، مفيش اي مشكلة خالص. معايا نص كوباية لبن، ممكن زبادي مفيش مشكلة برضو الموجود عندك يعني. هنقلبها كويس اوي لحد ما كل حاجة تختلط، هيبقى سائل كده، بتحس ما فيش بقى سكر ولا في حاجة، كله اختلط ببعضه. هنضيف الدقيق بالتدريج، واحدة واحدة، شوية ونقلب شوية شوية كده، مش هنضيفه مرة واحدة. مقاديرها سهلة وبسيطة جدا وغير مكلفة يعني. لقيت عندي الزبيب في التلاجة من أيام رمضان، قلت نشوف حاجة نعملها بالزبيب يعني. لقيت أقرب حاجة وسهلة وبسيطة وسريعة، يعني غير مكلفة، ما فيهاش بيض كتير، ما فيهاش أي تكلفة يعني. يا رب تعجبكم إن شاء الله. قلبناها كويس كده لحد ما كل حاجة بقت تمام. دهنا الصينية صغيرة مش كبيرة يعني، هي زي ما انتوا شايفين كده حجمها صغير. دهنتها دهنة سمنة بالفرشة، وهنصب العجين فيها. هندخلها الفرن. خدت حوالي تلت ساعة، ما خدتش وقت يعني. الفرن بيكون متسخن قبلها، من أول ما تبدأي في الكيك تسخني الفرن، تولعيه عشان يسخن. أول ما بتحطيها تكون النار عالية، بتهدي النار شوية. جميلة جدا وهشة كده وخفيفة، ومع كوباية شاي كده الصبح في الفطار جميلة. يا رب تعجبكم إن شاء الله.
شايفين بقى ريحتها طالعة جميلة وشكلها تحفة وطعمها جميل جدا. انا بنتي ما بتحبش الزبيب بس عجبتها، قالت طعمها حلو. قلت الحمد لله، بجد جميلة يعني، جربوها مش هتندموا. شايفين هشة ازاي، جميلة جدا.